فخامة السيد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، السيد رئيس مجلس الأمة للنيابة، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد رئيس المجلس الدستوري، السيد الوزير الأول، السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أصحاب المعالي والسعادة، سيادتي سيداتي سادتي، أيها الشعب الجزائري الأبي، أيتها المواطنات، أيها المواطنون، يا أبناء وأحفاد شهداء المجاهدين والوطنيين الأحرار، يسعدني أن أخاطبكم اليوم بصفة رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أخاطبكم أنتم الذين صنعتم التاريخ من جديد وسطرتم مستقبل الجزائر بقراركم السيد يوم 12 ديسمبر 2019 بتلبيتكم نداء الواجب الوطني، وأعدتم الجزائر إلى سكة الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية التي لم يطعن فيها أحد. إن هذا النجاح الكبير هو ثمرة من ثمرات الحراك الشعبي المبارك الذي بادر به شعبنا الكريم عندما استشعر بسريرته وضميره أنه لابد من وثبة وطنية لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها. ولا بد لي هنا أن أتقدم بأحر التهاني والشكر الخالص لكل المواطنات والمواطنين على إسهامهم الفعال في نجاح المسار الانتخابي الديمقراطي الحر والشفاف، وعلى الثقة التي وضعوها في شخصي. كما يجدر بي أن أنوه بالمجهودات الجبارة التي بذلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برئاسة السيد محمد شرفي على تمكنها في ظرف وجيز للغاية من كسب الرهان وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الخالص لإخواني المترشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية بصدق ومكنوا الشعب الجزائري من فرصة الاختيار الحر والسيد خدمة لوطننا العزيز. السلام عليكم. إذا كنت لست حاسد اشترك في قناتي واضغط على زر الإعجاب لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم. إذا كنت لست حاسد اشترك في قناتي واضغط على زر الإعجاب لكي يصلك كل جديد.